قرار نهائي: إغلاق أبواب المنتخب الجزائري في وجه ياسين عدلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. عاد اللاعب ياسين عدلي مؤخرا لتصدر المشهد في منصات التواصل الاجتماعي وبعض المصادر الإعلامية التي تداولت خبر احتمال انضمامه إلى المنتخب الجزائري بعد فشله الذريع في الالتحاق بمنتخب فرنسا. وكشف صحفي جزائري في منشوره على حسابه الشخصي بمنصة إكس أو تويتر سابقا أن أبواب منتخب الجزائر أغلقت نهائيا في وجه لاعب خط وسط ميدان نادي فيورنتينا الإيطالي. وأكد الصحفي المتخصص في ملفات اللاعبين مزدوجي الجنسية من أصل جزائري أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفيف وليد صادي هو من اتخذ قرار إغلاق أبواب كتيبة الخضر في وجه اللاعب عدلي. وتابع الصحفي زيتو في منشوره أن قرار صادي لا رجع فيه، ولن يرتدي لاعب خط وسط الجزائري الأصل قميص محاربي الصحراء، وسيظل الوضع على حاله حتى لو وصل إلى قمة مستوياته مستقبلا. وجاءت مستجدات ملف ياسين عدلي بعد إشارة كثيرين إلى الأزمة التي يتخبط فيها اللاعب مع ناديه الإيطالي، وعجزه إلى حد الآن عن كسب ثقة مدرب منتخب فرنسا ديدي ديشان. ولم يقتصر فشل عدلي على طرق أبواب المنتخب الفرنسي، حيث امتد إلى ناديه الحالي الذي لم تقتنع إدارته بمستوى صاحب 24 عاما وتسعى للتخلص منه. شاركونا رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم.